السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ واخيرا بقى ان شاء الله هنختم كده الشتاء باكله شتويه حلوه. القرع العسل المسكر بطريقه جميله قوي هقول لكم عليها. انا اشتريت اهي واحده صغيره، عملت كده 2 كيلو، وهو نضفناها من جوه وقطعناها كده مكعبات. هنحطها بقى على النار، هنسلقها. هنحط عليها حوالي كده 3 كوبايات ميه وحوالي نص كوبايه سكر لحد ما تتسلق كده خالص. هو ما بياخدش وقت، هيبقى بالشكل دوت كده. هنهرسه بقى. انا صفيت المية بتاعته، بصوا انا عايزاها مش هرميها. بصوا المية بتاعته اهي. هنعمل بيها الصوص اللي بنحطه على الوش. دي بقى مكسرات عندي، جوز الهند وزبيب وسوداني، ودي كده رشة قرفة طبعا حسب الرغبة للي حابب. اللي ما بيحبهاش يقدر يشيلها عادي. هنحط بقى المكسرات كده، وهنبتدي بقى نهرسها كده بالهراسة. سهلة قوي. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا او الصينية اهو. بصوا بقى بالشكل دوت. هنحطها بقى في الطاجن او الصينيه بتاعتنا. بص انا عملت صينيه بايركس صغيره وطاجن صغير، ما شاء الله اهو، مفيد جدا وجميل. دي بقى معايا كوبايه لبن، والميه اللي انا طلعتها من القرع العسل دي بتاعت السليق، وشويه سكر طبعا على حسب الرغبه، ودول 4 معالق دقيق. وهنقلبهم بقى كويس كده، وبعدين هنرفعهم على النار. دي بقى الكريمه اللي هنعملها على الوش، بس مش هنحمر الدقيق بقى ولا حاجه، نعملها كده على البارد. بصوا جميلة ازاي. هنحط بقى معلقة سمنة بلدي ومعلقة زبدة الموجودة عندك برضو والمتاح عادي. هنصبها بقى على الوش كده وهندخلها الفرن. الفرن بس تاخد وش تحت الشواية. هتعجبكم بقى والله الطريقة ديت، وطعمها جميل قوي وخفيفة خالص. لو مهما تاكلي منها ما تحسيش ان انت تعبتي، ومغذية جدا ومفيدة. وبألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم. بصوا شكلها جميل ازاي. لو عجبتكم بقى الطريقة ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. بصوا، والتعليقات الحلوة بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.